طيب اللي قدامنا ده اختبار انترفيو لحديث تخرج جالنا من احد الزملاء، وكان المطلوب ان هو يحل في اقل من 15 دقيقة او 15 دقيقة بالظبط. تعال نشوف هنحل وهناخد وقت قد ايه. طيب انا هنا قدامي داتا فيها منتجات وعندي سعر والكمية المباعة من كل منتج. اول حاجة عايز يحسب اجمالي السعر. طيب انا هنا هبدأ اضرب الكمية في السعر، بس هو عايز يحسبه بدالة. هبدأ ادوس له يساوي. طب ضالة الضرب عندي اسمها ايه؟ اسمها برودكت. هبدأ اكتب له برودكت، هشاور على السعر، فاصلة، الكمية، وهدوس انتر. وكده انا خلصت اول مطلوب. طيب تاني مطلوب بيقول لك لو مبيعات اكبر من او يساوي 10000 اكتب لي مبيعات عالية، ولو اقل اكتب لي عادية. طيب انا هنا عايز دالة شرطية. هبدأ ان انا استخدم دالة if. يساوي if. طيب اللوجيكال تيست بتاعك ايه الشرط بتاعك؟ والله لو المبيعات دي اللي انا لسه جايبها اكبر من او يساوي 10000، هبدأ ان انا ادوس فاصلة. طيب لو الشرط ده اتحقق اكتب لك ايه؟ والله اكتب لي مبيعات عاليه. طيب مبيعات عاليه دي كلمه او تكست، انا عايز افهمها للاكسل. طيب هبدا ان انا احط علامات تنصيص شيفت وطه، وهكتب مبيعات عاليه واقفلها بشيفت وطه. هدوس فاصله. طب انا عايز اعمل فاصله وانا عربي، هدوس شيفت وفاصله. الفاليو فولس لو الشرط ما اتحققش اكتب لي عاديه. انتر. هشد المعادله بتاعتي. هتلاحظ فعلا ان الاكسل اي حاجه اكبر من 10000 بدا يكتب مبيعات عاليه، واي حاجه اقل كتب عاديه. طيب انا كده خلصت ده، هدخل على الشرط اللي بعده. طبق تنسيق شرطي لتلوين مبيعات اقل من 5000 بلون احمر. طيب كويس، هو مغششك حته من السؤال او حته من الاجابه. هبدا اعلم على المبيعات بتاعتي. طيب تنسيق شرطي ده يعني حاجه اسمها conditional formatting. انا هنا هدي لون ولكن لون بشرط. conditional formatting highlight. انت عايز ايه من هنا؟ والله انا عايز للزان. طيب انا عايز المبيعات اللي اقل من 10000 تديني لون مثلا احمر. هدوس اوكي. هتلاحظ ان فعلا الاكسل ادى لون احمر لاي رقم اقل من 10000. طيب انا كده خلصت المطلوب الثالث. 4 بيقول لك احسب عدد المنتجات اللي مبيعاتها تجاوزت ال 10000. هنا عايز يحسب عدد ولكن عدد بشرط. طيب انا ايه الدالة اللي ممكن تعمل كده؟ انا عايز عدد بشرط، يبقى دالة count if. هبدأ اكتب له يساوي count if. طيب انت ايه الرينج بتاعك؟ والله هو انا عايز مبيعات اكتر من 10000. طب هي فين المبيعات؟ المبيعات عندي موجوده في اجمالي البيع. فاصله. الشرط بتاعك ايه؟ اكبر من 10000. طيب هتحط علامات تنصيص وهتقول له من اكبر من 10000 وتقفل علامات تنصيص انتر. احنا هنا كتبنا اصغر من، قال لك 8. والله عندك 8 مبيعات اكبر من 10000. طيب الشرط اللي بعد كده بيقول لك ايه الداله المناسبه اللي تقول لك اعلى واقل رقم مبيعات. طيب انا عندي اعلى، ونقول مثلا هنا اقل. اعلى رقم ممكن يجيب لي مبيعات يعني داله ماكس. هبدا ان انا اعلم على المبيعات بتاعتي. انتر. اكبر رقم عندي فعلا 45. طب واقل رقم؟ داله من او اختصار مينيمم 1050. طيب اخر حاجة عندك بيقول لك اجمع كل المبيعات للحصول على اجمالي يومي. انا عايز اعمل جمع، ممكن ادوس equal sum، وممكن اعمل اختصار سريع كمان alt يساوي. الاكسل علم لك على الداتا وهتدوس انتر. وكده تقدر تقول انك خلصت سؤال الانترفيو في اقل من ربع ساعة.